عندما يبدع المفتي في إجابة المستفتي. السؤال: أيهما أفضل، شراء أضحية وذبحها أم توزيع مبلغها على الفقراء؟ الجواب بداية: إن طرح مثل هذه الأسئلة التي تنتشر في الآونة الأخيرة كقول بعض الناس: اتركوا الطواف حول الكعبة وطوفوا حول الفقراء، وقول آخرين: التصدق بثمن الأضحية أفضل من ذبحها، وقول غيرهم: لقمة في فم جائع أفضل من بناء 1000 جامع. للإجابة على هذه الأسئلة المفخخة نقول: أولا، هذه الكلمات سواء كنت تعلم أو لا تعلم، الغرض منها هو تزهيد المسلمين في الشعائر الظاهرة التي يظهر بها شعائر الإسلام ويتميزون بها عن غيرهم. ومن يطلق مثل هذه المقولات يجهل حقيقة الدين وأحكامها الحكيمة وأولوياتها. فالفقراء موجودون في كل زمان منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، ولم يقل أحدا مثل هذا الكلام البارد. ثانيا، أغلب من يكثرون من العمرة ممن وسع الله عليهم معروفون بالصدقة وبالتبرعات أيضا، إذ لا يحرص ويكثر من العمرة غالبا إلا من كان قلبه عامرا بالإيمان. ثالثا، لماذا لا تكون المقارنات إلا بين العمرة والأضحية وشعائر الإسلام وبناء المساجد وبين الفقراء؟ لماذا لا يقال: لا تشتروا لحما مرتين في الأسبوع، واشتري مرة واحدة وطف حول الفقراء؟ لماذا لا يقال: لا تشربوا السجائر والخمور وادفعوا ثمنها للفقراء؟ لماذا لا يقال: لا تشتروا السيارات الباهظة الثمن وطوفوا حول الفقراء؟ لماذا لا يقال: اتركوا قاعات الأفراح وثمنها الباهظ وطوفوا حول الفقراء؟ لماذا لا يقال: اتركوا المصايف والمنتزهات وطوفوا حول الفقراء؟ لماذا تنفق الأموال في الأفلام والمسلسلات والمباريات والنت ولا تطوف هذه الأموال حول الفقراء؟ لماذا ولماذا؟ سؤالنا نحن الآن لكم: لماذا لا تتركون لنا شعائرنا نتمتع بها؟ لماذا تقارنون بين عبادتين كلتاهما ذات فضل، وكأنه يراد للناس أن يتركوا كل شيء ويهتموا بعبادة واحدة؟ أيها الإخوة والأخوات، إن هذه الأسئلة تدبر لنا بليل ممن يكيدوننا لهذا الدين، ثم تخرج نهارا على المسلمين فيتلقفها السذج منهم، والذين ينخدعون بظاهر العبارات ورونقها ولا يعلمون ما وراءها من عوامل خفية. ثم إن من يردد مثل هذه العبارات غالبا لا يطوفون حول الكعبة ولا حول الفقراء. السلام عليكم.